مش معقولين بالمرة، مش ممكن ما تفكرش تاريخ، يلعب لاخر لحظة وكتب تاريخ وحول وجه الجمهور بس النادي الاهلي. مش ممكن مش ممكن مش ممكن، الشياطين الحمر مش ممكن على هذه الاسطورة الاهلاوية. في اسطورة اسمه النادي الاهلي. أهلا بالأهلوية، أعظم جمهور لأعظم نادي في الكون وصواريخ حمراء، ناس كلامها فنكوش واللي فيها تجيبه فيه. أولا وقبل ما أبدأ في أي كلام أنا بعتذر للأهلوية لأن هرد للمرة التانية على نفس الشخص، وعموما أنا مش برد عليه هو شخصيا، أنا برد على المتخلف اللي ضحك عليه وأمن عليه الكلام اللي طلع يقوله في برنامجه. عموما يلا بينا. في اسطورة اسمه النادي الاهلي. عندنا كلام كتير النهارده وعندنا حواديت كتيره. قبل ما اسيب عايز اروح للنادي الاهلي، طبعا لازم اتكلم عن النادي الاهلي، ان في النادي الاهلي يعني انا بقول حاجات هنا محدش بيرضى يقولها في اي برنامج تاني. النادي الاهلي اعضائه في حاله غضب شديد جدا جدا. تاكدوا ان الكابتن محمود الخطيب اتفق مع الاستاذ رئيس اللجنه الاولمبيه ان زياره حطب للاهلي. مش عارف هل الزياره دي ان حطب روحوا للنادي الاهلي او النادي الاهلي راح له يحق له ان اتفق مع الكابتن محمود الخطيب ان الواحد لما اجي اصوت في العضويه اصوت باسمه اسم زوجته وكمان ابنائه وممكن جيرانه كمان، ما اعرفش، الله اعلم، ممكن تتحط النهارده دي، الله اعلم. لازم تتكلم عن الاهلي. هو في حد شاغلكم غير الاهلي؟ ده انتوا بتفكروا في الاهلي اكتر ما بتفكروا في ناديكم، وطبيعي اللي انت بتقوله محدش يرضى يقوله في برنامج تاني لانه كلام اهبل. لكن خلينا في المهم، انت بقى شايف ان الاعضاء في حالة غضب من الاتفاق اللي تم بين الخطيب وحطب، واللي بيسمح للعضو يصوت لنفسه وزوجته وابنائه، لا وبتستظرف وتقول انه كمان ممكن يصوت لجيرانه. بعيدا عن ظرفك وخفتك وبصرف النظر عن ان ده كلام اهبل وعاري تماما عن الصحة، المفروض بقى ان الاعضاء تفرح ولا تغضب؟ يعني لما العضو يلاقي اللي يغنيه عن التواجد وسط الزحام ومشقة الانتقال لمقر النادي، مفروض يبقى مبسوط ولا زعلان؟ عرفت بقى انه كلام اهبل؟ في اسطورة اسمه النادي الاهلي. الاتفاق ده تم بينهم لان الخطيب طبعا قال لحطب ان من المستحيل ان الاعضاء يكملوا النصاب القانوني المطلوب حضورهم، اللي هو كام؟ اللي هو 12,000 عضو. شوف الفرق يا جماعه. الزمالك كان في يوم واحد 10,500 تقريبا، يعني على ما اعتقد يعني. لكن هنا هو في النادي الاهلي شايف هم طبعا متشككين يوم 28 سبتمبر ان ممكن يوصل التصويت ل 12,000 صوت. بعيدا عن الارتباك اللي انت فيه، جبت منين الكلام ده؟ هو الخطيب وحطب اتفقوا على الغلط في السر وبعدين خرجوا عشان يحكوا لك عن اللي حصل؟ لا، وايه؟ الخطيب قال لحطب انه خايف ان نصاب ما يكتملش. هو الخطيب وحطب كانوا حاطين ميكروفونات ولا العصفوره قالت لها؟ وبعدين هتتكلم عن الزمالك يبقى لازم تقول ان اللائحه بتاعتكم كان العضو بيصوت ومسموح له بالتصويت بتفويض من اي حد ومن غير كارنيه ولا رقم عضويه ولا اي هباب، ولا انتوا هتفضلوا ماشيين بنظام اللي فيها تجيبوا فيه؟ في اسطورة اسمه النادي الاهلي. لو جه العضو كده هيصوت لاربعه، صوته صوت مراته وصوت ولاده، يعني الصوت الواحد هيبقى باربعه، يعني ال 4000 اللي هيجوا هيبقوا يا جماعه لو سمحتوا هيبقى في هيبقى في الاربعه هيبقى 12، يبقى لو هو 4000 هيبقى 12,000 صوت. طيب لو افترضنا ان اللي ملاك الكلام ده ودفعك لانك تقوله اهبل وعبيط، خليك انت عاقل وبتفهم ولو لمدة دقايق يا اخي. اولا انت بتقول ان العضو هيصوت لنفسه وزوجته وابنائه وبتأكد ان كده يبقى الصوت بأربعة. انت ليه افترضت ان كل عضو عنده 2 بس من الابناء؟ ليه ما يكونش فيه عضو عنده 4 توائم مثلا؟ ده غير 2 تانيين وممكن يبقى عدد افراد الاسرة 8 افراد.
ده طبعا لو افترضنا هبلا ان الكلام اللي بتقوله واقعي. لا انت ولا اللي دفعك تقول الكلام ده بتفهمه من اساسه، لان عضوية الابناء بتنفصل عن الاباء بعد سن 21، ولا يحق له التصويت الا بعد مرور سنة على عضويته الجديدة، ولا يجوز التصويت لمن هم اقل من 21 سنة. يعني لا كده ينفع ولا كده تمشي، وبالتالي فكلامك اللي انت بتقوله ده كله كلام فنكوش. في اسطوره اسمه النادي الاهلي. الاعضاء طبعا زعلانين وعندهم حاله غضب شديده جدا. الكلام ده يا جماعه صعب انكم تسمعوه في اي حته تاني. ده كله عمل الاخ حطب عشان الكابتن محمود الخطيب راح زاره في اللجنه الاولمبيه وقوى موقفه امام المستشار مرتضى منصور رئيس النادي. انا شايف يعني ان شايف الكلام يا جماعه، يعني انا والله بجد يعني يا جماعه الموضوع فيه حاجات غريبه، يعني بتتكيل ب 100 مكيال، مش مكيالين، ب 100 مكيال. يعني ازاي؟ يعني ازاي يا جماعه انا اروح اصوت ليا ولزوجتي ولاولادي يعني انا شايف الكلام حاجه يعني ما اعرفش، ما شفتهاش قبل كده يعني انا يعني بصراحه يعني كل واحد بيتحاسب حسب مكانه. وهل يا جماعه اللي بيحصل ده ملهوش رقيب؟ هل يا جماعه اللي بيعملوا حطب ده ما فيش حد بيقول له انت فين؟ يعني انت شايف حالة غضب عارمة في الاهلي ده على اساس ان الاهلي ده في كوكب تاني مثلا ومحدش هيعرف ان كلامك كله هبل، وبعدين تفتكر ان حطب رئيس اللجنة الاولمبية هيخالف كل القوانين علنا عشان يكيد سي مرتضى بتاعك؟ خليكوا كده عايشين في نظرية المؤامرة وعقدة الاضطهاد، وخلينا احنا نشكر ربنا في كل لحظة على نعمة الاهلي. وخد بقى الكلمتين اللي فيهم الشفاء: عمرك يا اهلي طريقك عدل وراسك لفوق، وغيرك عايش أسى وبنار الحقد محروق، واحد يهلفط والتاني خطرف وكله مزقوق، هتفضل كده شامخ يا أهل وحسدك عمره ما هيفوق. وعجبي في اسطوره اسمه النادي الاهلي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.